السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معلش باخر عليكم في الفيديوهات الفتره دي. ادعوا لي. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الحبيب الاول عليه افضل الصلاه والسلام. هعمل لكم اكله حلوه قوي. بعملها دايما بس بخطوات مختلفه شويه، بغير فيها. بس كل اللي عملها من ايدي وشاف طريقتي الحمد لله شكر فيها جدا ومبطلش يعملها. هنجيب فلفل الوان. الفلفل الالوان حلو قوي ومغذي وسعره معقول. كتري فيه في اي اكل، انا بقول على طول كده كتري فيه. فوائده كتير ومغذي وحلو قوي وطعمه كمان حلو. عندي فلفل الوان احمر واصفر واخضر. قللي الاخضر، ما تكتريش في الاخضر، هو قرن واحد بس كفايه. قرنين فلفل حامي مش عاوزاه استغني عنه، مفيش مشكله. هي ما بتخليهاش مشطشطه بس بتديه طعم حلو كده، يعني هيعجبك. يعني حط قرن واحد بس هتديها طعم حلو. خلاص التقطيعه اللي انت عاوزاها، مكعبات كبيره مكعبات صغيره مش هتفرق خالص. اهو. ومكرونه اهي، انا جايبه مكرونه صغيره ومكرونه سباكيتي. هدخل اسلقها زي ما هي سليمه، مش هكسرها، هنسلقها عادي. خلاص حطيت المكرونه على النار واقطع معاكم باقي الخضار اهو. تقطيع اي تقطيع. خلاص اهو. هعمل قرن واحد بس لان شكيت في الفلفلايه ان هي حاميه قوي، وفعلا طلعت حاميه. فقلت كفايه واحده عشان ولادي مش كلهم بيحبوا الحامي. خلاص 3 بصلات 4 بصلات براحتك، البصل بيديها طعم حلو جدا. خلاص برضو بصل مكعبات، اي مكعبات بقى كبيره صغيره مش هتفرق برضو. خلاص اقطع البصل بتاعي. الاكله دي بجد حلوه وسريعه ومنجزه وفي نفس الوقت طعمها حلو وبتديكي كميه كتير. يعني شايفه كميه الخضار. وهوريكي دلوقتي الصدور اللي انا هعملها قد ايه وهتعملي قد ايه. فاكله فعلا منجزه. هنحط الخضار كله على بعض. هقول لك هنعمل ايه. هحطه كله على بعض دلوقتي. خلاص هنحطه على جنب اهو. يعني شايفه كميه الخضار قد ايه ما شاء الله. نصها هحط فراخ. يعني نص كميه الخضار دي هحط صدور فراخ. وهتعمل لي كميه كبيره دلوقتي هوريها لك اهي. صدور الفراخ مش كتير، يعني هي حجمها صغير، يعني صدر الفرخه مش كبير. هما صدرين فرخه ونص بس هي مش كبيره. خلاص هنقطعها برضو مكعبات، لا هي كبيره ولا هي صغيره. خلاص اهو. يعني الحمد لله الوصفه دي غيرت فيها شويه بسيطه بس. كانت من اول وصفاتي على القناه، جابت مشاهدات عاليه. وصفه حلوه قوي. خلاص هنغسل الصدور طبعا. يلا بينا على البوتاجاز طاسه او صينيه كبيره عشان الكميه كبيره. لو ما عندكيش طاسه كبيره خليها صينيه كبيره. هنحط معلقتين سمنه، انا حطيت سمنه بلدي، انت ما عندكيش حطي زيت بس. خلاص يعني بلاش السمنه اللي هي العلب، مش هتديها ريحه حلوه. يبقى حطي زيت بس. هنحط الفراخ بتاعتنا بعد ما الطاسه تسخن والماده الدهنيه تسخن جدا. لازم الخطوه دي مهمه عشان الصدور والفراخ ما ينزلش ميه. التوابل بتاعتنا عباره عن فلفل اسود، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه كاري، نص معلقه كركم، نص معلقه توم بودر، نص معلقه بصل بودر. خلاص كده نقلبهم تقليبه حلوه اهو. مفيش ميه خالص نزلت، ما نقلبش كتير برضو. بس مفيش ميه خالص اهو. مفيش خالص، ما كملتش على النار. مفيش دي الماده الدهنيه. مفيش فعلا ميه بتنزل طول ما الطاسه بتاعتك سخنه قوي. مفيش ماده دهنيه بتنزل. هنزل بالخضار بتاعي، احوش بس الفراخ كده على جنب وانزل بالخضار بتاعي اهو. كميه الخضار اكتر من كميه الفراخ، عشان كده بقولك اكله موفره وطعمها حلو قوي. خلاص نقلب بقى كله على بعضه كده. يتبالوا بسيط، مش عاوزاهم يتبالوا قوي لان لسه هحط حاجه تاني. فانا مش عاوزه الخضار يبقى ميت معايا في الطاسه، لا انا عاوزه الخضار صاحي كده ويجرش تحت السنان ويبقى حلو. خلاص اهو قلبتهم تقليبه حلوه مع بعض. خدوا صدمه الطاسه. هنبتدي دلوقتي. انا مفرزه طماطم. هحط تقريبا كيلو طماطم متفرز. يعني لو مش هتحطي طماطم مفرزه اضربي طماطم وصفيها وحطيها. لازم تصفي الطماطم لان القشره بتاعتها بتتعب المعده فعلا. خلاص هنسيب الطماطم لغايه ما تفك معايا على نار هاديه، نسيبها براحتها خالص تسوي لي الفراخ وفي نفس الوقت تفك معايا. مش بتاخد وقت خالص.
اهو. هقلبهم واسيبهم بقى لغايه ما تفك خالص. هوريها لك دلوقتي اهي قربت تفك. شايفه انا بوريك ان هي يعني هتفك معايا، مش هتاخد وقت خالص فعلا، وهي متسبكه، الطماطم متسبكه فمش مش هتنزل ميه. هي التسبيكه بتاعتها مش هتخلي فيه ميه في الفراخ خالص. هحط رشه الملح بتاعتي في الاخر كده. ومكعب مرقه مش عاوزاه استغني عنه برضو، بس مكعب المرقه بيطعم الاكل بجد، بيطعمه. خلاص كده اخر حاجه في الخلطه دي، الخلطه الرهيبه دي بجد، اعمليها على اي حاجه هتعجبك. رشه سكر، 4-5 معالق خل. الخلطه دي حلوه قوي لو هتعمليها سندوتشات، لو هتعمليها على اي حاجه، على مكرونه، على رز، حلوه بجد. خلاص يعني تقريبا بعتمدها في كل اكلاتي. تمام. بزود حاجه بقلل حاجه، فبس هي الوصفه دي الخلطه دي انا بحبها. يلا بينا على الرخامه، هوريكم هنعمل ايه دلوقتي. اهو نحطها على جنب بس تهدى شويه لغايه ما اظبط ايه صينيتي. مش جلاش لا ماشي، يعني ما تفتكروهاش جلاش، لا مش جلاش المره دي. هنجيب البايركس، ما عندكش بايركس عندك صينيه، اي صينيه مفيش مشكله خالص. هنجيب المكرونه السباكيتي، والمكرونه انا بحب احط فيها مكرونه صغيره بتخليها متماسكه ملمومه كده مع بعض. خلاص انا حطيت مكرونه سباكيتي ومكرونه صغيره بتديها ماسكه وتخليها متماسكه ما تفكش معايا. هنزل بالفراخ بتاعتي عليها كده والصوص الجميل ده، نقلبهم مع بعض. شايفه الكميه بجد عطيتني صينيتين مليانين وشبعوا الولاد وحلوين قوي. هنقلبهم بقى تقليب كله مع بعض كده، مش هعمل طبقات لا خالص عشان يبقى كلها داخله في بعض. اهو قلبي. حسيتي ان عايزه خضار تاني او خلطه تاني حطي، مفيش مشكله. يعني كل اللي هياكل بقى ياكل كله مع بعضه، مش هيسيب الخضار مش هيعرف. يعني ولادك لو ما بيحبوش الخضار مش هيعرفوا يشيلوها منها، فاهماني؟ فدي ميزه الصينيه. خلاص كده تمام. نحط عملت بشاميل، طبعا كلنا عارفين البشاميل بيتعمل ازاي. عملته لكم كتير قوي على القناه. اهو نحط بشاميل لا هو تقيل ولا هو خفيف، يكون تقله وسط. اهو هنغرقها بقى بشاميل، يعني ما ينفعش نحطش بس، لا نغرقها بشاميل. خلاص ونقلب كده، نخلي البشاميل ينزل تحت بالمعلقه بالشوكه. الخطوه دي مهمه جدا، لازم تنزلي كده وبالشوكه بتاعتك اول معلقه وتغرقيها كده من تحت. اهو لازم الخطوه دي، عشان كده بقولك الصينيه دي بتبقى حلوه قوي وطعمها حلو جوسي كده وطريه. ما ينفعش البشاميل بتاعها يبقى قليل خالص. كميه الفراخ دي عملت لي صينيتين كبار ما شاء الله. هوريكي الصينيه التانية. خلاص كده طبعا الفرن بتاعنا والع، ما ينفعش نشتغل والفرن بتاعنا لا ولعيه وانتي بتجمعي الصينيه. اهو خلاص كده. شايفه البشاميل، لازم البشاميل يبقى كتير كده، لازم. شايفين بجد حلوه قوي. خلاص هنحطها على جنب، نعمل الصينيه التانية عشان نحطهم في الفرن مع بعض. اهو ننزل بالصينيه دي بتاعتي التانية، دي كبيره قوي يعني اكبر من، يعني انت 3 صواني، لا دي اكبر منهم كمان، اكبر من اكبر صينيه في ال3 صواني. هنزل عليهم بالخضار الباقي. اهو شايفه الكميه حلوه قوي. الصوص نفسه حتى لو مفيهوش فراخ، الصوص نفسه طعمه حلو بجد، هيعجبكم قوي. نقلبهم برضو كله مع بعضه كده، وننزل بالبشاميل بتاعنا نغرقها بشاميل. بجد الاكله حلوه طعمها حلو. اهو هننزل بكميه البشاميل كلها، عشان كده انا عامله بشاميل كتير عشان يكفي الصينيتين وتبقى غرقانه كده. خلاص عايزه بقى تحطي على الوش جبنه حطي، عاوزه تحطي بيضايه تضربيها في شويه لبن وتحطيها على الوش براحتك اللي متوفر عندك. انا جبت كيس جبنه، يعني قلت اشبرق عليهم فجبت كيس جبنه الحمد حلوه قوي بصراحه، الموتزاريلا. خلاص هحط كده على الوش. هي طبعا مستويه، كل حاجه مستويه فيها،
فمش هتقعد في النار كتير، فوشها مش هيغمق. الموتزاريلا ما ينفعش نسيبها في الفرن كتير. خلاص هنملى كده، نبقى ابنة كريمة فيها شوية جبنة. خلاص كده ندخلها الفرن اهو، شايفين عامله ازاي؟ جد حلوه قوي. حطها في الفرن، هوريها لكم بعد ما تطلع. عايزه تزودي اي خضار، اي زيتون، اي حاجه تحطيها، مشروم، براحتك خالص. انا عملت بالمتوفر اللي عندي، طعمها حلو ووصفه حلوه، بتديني كميه كبيره. هوريها لكم بعد ما تطلع اهي، ما شاء الله بجد حلوه قوي، والريحه بتاعتها فظيعه. انا من الناس اللي ما بحبش المكرونه تبرد واكلها يعني معلش بقى، يعني انا مش هستنى عليها تبرد واقطع قطع، لا لا لا، انا بحب اكلها اول ما تطلع من النار وهي سخنه نار كده. لو بردت ما باكلهاش، فانا يعني ما بطلعها لكوش قطع لان انا بحبها كده. انت عاوزه تاكليها قطع سيبها بقى لما تبرد خالص. شايفه عامله ازاي؟ ما شاء الله بجد حلوه قوي بشكل مش طبيعي. الريحه كمان ريحتها حلوه. هطلع لكم في الطبق دلوقتي واوريها لكم. مختلفة عن طبعا المكرونة باللحمة اهو. شايفة عاملة ازاي؟ لغاية اخر قطعة فيها وهي جوسي كده وطرية. البشاميل كتير مخليها حلوة قوي، تحسي ان انتي بتاكلي مكرونة بالجبن مش بالبشاميل خالص. استنى اوريها لك دلوقتي، بجد حلوة اهو. عندي كاتشب حار، انا بحب الكاتشب الحار جدا على الحاجات اللي زي كده، بتبقى طعمها حلو بصراحه اهو. اوريهولكوا كاتشب حار، انا بحبه قوي الحار. خلاص بتبقى طعمها حلو، وجربوها مش تندموا خالص، بالعكس هتدمنوها. قطع الفراخ بتبقى حلوه قوي فيها، والخضار كل حاجه فيها حلوه قوي. اتمنى الفيديو يعجبكم وتجربوها وتقولوا لي رايكم، وبالف هنا ومع السلامه.